احنا حام. اهلا، ازيك يا باشمهندس؟ صعبان عليا قوي، نفسي اجوزك. خلاص، ايدي على كتفك. قول لي، هي لسه ما تعرفش ان صورتها عندك؟ لا ما تعرفش، ومش لازم تعرف. حقك تقول لها عشان تشوف اذا كانت بتحبك ولا لا. والله يا سمير خايف. اقول لها انا؟ لا انت مجنون، اوعى. البنات كتير حلوين زي القمر، مش لاقي واحده فيهم زي ناديه. اهو انت بيبقى قدامك الاكل كتير اصناف وانواع، اشمعنى بتحب الرز؟ عشان مفلفل. انا نادية عندي زي الرز المفلفل. يبقى عندك حق. اسمع، انا جات لي فكره تخليها تحبك موت. لا يا باشمهندس، انت لسه صغير، مالكش دعوه بالحاجات دي. صغير ازاي؟ ده انا افهمها وهي طاير كده اهو. الو، طب خد يا حبيبي بقى وريني شطارتك. اتكلم اهو. الو. لا يا مدموزيل، انا اخوك. الحق يا حسين، روح معاه سينما. انا ماليش دعوه بده. الو. لا يا اختي، انا لسه صغير. اتفضلوا، غدا جاهز يا فندم. ايه رايك؟ الرز بيعجبك اللي بيعمله لك الطباخ الجديد؟ عاوز الحق، انا وحشني رزك الخلطبيطه. ايه يا شقي؟ اتفضلي يا نينا. يا ابني ما انا باكل بايدي اهو، استريح انت. يا سلام، وانا تعبان في ايه بقى؟ يا احمد انت دلوقتي مشاغلك كترت ووقتك مش ملكك. انا طول عمري خدامك يا نينا، انت اولا وبعدين اي حاجه في الدنيا. اتفضلي. والزيارة بقى والنبي. تعدميني ان شاء الله اللي بعد الشر يا اخويا، ما تدعيش. ها اتفضلي اتفضلي. يعني يا ابني عمال تعزم عليا وانت ما بتاكلش ابدا. ازاي بقى؟ ده انا بطني مليانه من الاكل خالص. اقول لك، هو ما بياكلش ليه يا نينا؟ ليه يا حبيبي؟ اصله تعبان من الشغل شويه. ليه كده بقى يا احمد؟ صحتك بالدنيا يا ابني. عاوزاه تبقى صحته زي البومب يا نينا. طبعا. هاتيله الرز المفرفل. استاذ احمد موجود؟ ايوه موجود، انا شايفك. احمد مجد الامجاد وانتصار الانتصارات، بل فتح في عالم الفن ليس له قرار. انا جايب لك بشرى ملهاش نظير. سعيده يا تيزا. اهلا وسهلا يا ابني، اتفضل. متشكر، انا اتغديت. انت ما بتتغداش عندنا ليه دلوقتي؟ انا اتغديت من 3 ايام. واتغديت من يومين كمان. سمير وبعدين؟ قول لي، انت عارف ان في حفله في الاوبرا يوم الجمعه 11 الشهر؟ طبعا. وعارف مين هيكون موجود في هذه الحفله؟ طبعا. وعارف مين هيغني في الحفله؟ لا طبعا. طبعا ما تعرفش. انا اعرف. انا تمكنت بما لدي من شخصيه ساحره اني اقنعهم يختاروك انت بالذات عشان تغني. افرح. ايوه انا ما بهزرش، افرح. انت خليك قاعد هنا، انا عاوزك كلمه خصوصي. ما تتحركش. اتفضل يا ابني. ايدك على 10 جنيه. عايزهم ليه؟ يا اخي انا عندي ميعاد، تعرفت على واحده امبارح بس، والنهارده هسقيها بيره وعازمها على السينما من 3 ل 4:30. تقدر تقول لي انت عملت ايه مع ناديه؟ ولا حاجه. طبعا ولا حاجه. الاول كنت تقول انا فين وهي فين، ودلوقتي الحكايه كلها تتحل بكلمه واحده بس، قولها لها يا اخي، احبك. ايه هتعمل ايه؟ انا هطلبها على التليفون عشان تصرح لها بحبك قدامي. ايوه بس ده كلام ما يتقالش في التليفون. طب اعزمها على الاوبرا يا اخي. اذا كان كده معلش. الو، من فضلك الانسه ناديه. متشكر. بعد ما تغني روح لها اللوش واعزمها على العشاء واخرجوا تفسحوا يا بني ادم. شجع. الو، مدموزيل ناديه، انا احمد سامي، اهلا بيكي. انا بتكلم علشان لو كان ممكن يعني اصلي هغني في الاوبرا يوم الجمعه الجايه،
ويسعدني قوي انك تكوني موجوده. دي حاجة تسعدني أنا، بقالي زمان ما سمعت صوتك. متشكر قوي. مع السلامه. الو. ايوه. ممكن بعد ما اغني اقابل حضرتك في اللوج عشان تديني رايك في اللحن. الف شكر. مع السلامه. ايه رايك؟ رأيي ده انت مدهش، احنا كنا فين وبقينا فين؟ ده انت بقيت كازانوفا. يا ساتر يا رب. احمد ربية الوادي وصلت والحمد لله. خلها مش معاها دلوقتي، تقدر تقول لها عما يجيش في نفسك وما يفتعل في قلبك. اسمع، انا نفسي انها تعرف ان الكلام الغنوي دي معمول عشان. لا زي ما اتفقنا، بعد ما هتغني هتتصرف ازاي؟ هروح لها اللوج طبعا. هتعمل ايه؟ هكلمها. هتقول لها ايه؟ هقول لها بحب. ايوه كده، ايوه كده يا اخي، ريحني ارجوك، اتوسل اليك، ريحني المره دي، ما تكسفنيش. الحب ما فيهش كسوف. قول لي خش. اتفضل يا استاذ، جاهزين. حبيبي نار حبك نار